صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. دي ورقة كبدة، كبدة وقوانص الفراخ عملتها ورقة زي ورقة اللحمة كده بالظبط. بس الكبدة طبعا بتختلف عن اللحمة علشان دايما بتبقى فيها زفارة. بس أنا عملت لها طريقة حلوة قوي، يا رب تعجبكم. وكانت ريحتها تحفة جدا. حقيقي حقيقي أكلة لطيفة وشتوية، أكلة سخنة يعني. وده كان طاجن كمان فريك، الناس اللي بتعشق الفريك وبتحبه. طريقته سهلة جدا وبسيطة جدا. عملته في الفرن. يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها وتكون سهلة عليكم. يلا نشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا ازاي. دي كبد وقوانص الفراخ. في ناس كتيرة قوي بتقلق منها لانها ممكن يكون فيها زفارة. انا هنا فتحت القلب وخدت شريط الدم اللي فيه، غسلته كويس قوي. الكبد والقوانص والقلب، كل حاجة فيها غسلتها كويس وعصرت عليها ليمون. وهنا كان معايا ليمون شرايح وكمان قرفة سيجار. هنا معايا مية خلاص هتبتدي تغلي، نزلت بالكبدة والقوانص والقلب، كل محتويات الكبدة يعني كلها في المية اللي هتبتدي تغلي دي. طبعا الكمية اللي انت عايزاها، عايزة تعملي كيلو، عايزة تعملي نص، المتاح عندك او على حسب الناس اللي بتحبها. بس حقيقي كل الناس هتاكلها بعد الطريقة دي. يا رب فعلا الطريقة تعجبكم لانها حلوة قوي. بعد ما هتبتدي الكبد والقوانص دي تاخد غلوة كده معايا، او في البداية هنزل الاول بالليمون والقرفة السيجار. القرفة بتشيل اي زفارة هي والليمون. بعد كده ما تبتدي تاخد غلوة يعني بالظبط هسيبها من 4 ل5 دقايق كده، مش اكتر من كده، بس تكون المية ابتدت تغلي. هطلعها بقى من المية دي. وهنا بقى معايا هسيب بقى دلوقتي الكبد والقوانص وهبتدي اجهز للفريك. دي بصلة متوسطة، هبتدي كده ادبلها في معلقة زبدة. ومعايا هنا حوالي 3 4 معالق كده صلصة من اللي انا برضو عاملاها في البيت. بعد ما نزلت على البصل هبتدي بقى انزل بكوبايتين مية، وهسيبهم دول ياخدوا غلوة كده على النار. والبديل لكده ان انا يكون عندي شوربة تقيلة. هنا معايا 7 بهارات ومعايا فلفل اسود وملح. هنزل بيهم على المية والصلصة اللي انا جهزتهم علشان الفريك. وزي ما قلتلك لو عندك شوربة تقيلة طبعا هتحققيها كويس وهتسقي بيها الفريك. ده الفريك معايا هنا. هبتدي بقى انقيه كويس وهغسله غسلة كويسة قوي لانه بيحتاج مننا غسيل اكتر من الرز. وهنقعه حوالي ربع ساعة، مش اكتر من كده. ده بعد ما اتغسل. وطبعا نقيته في البداية وغسلته ونقعته. هنزله كده في الطاجن بتاعي. وضفت التشريبة اللي انا عملتها له بالبصل والصلصة. طبعا الكوبايتين الفريك بيحتاجوا كوبايتين ونص مية. انا كده خلاص حطيت المعيار مظبوط، ودول كانوا حوالي برضو كوبايتين فريك، ضفت لهم كوبايتين ونص سائل. هغطي الطاجن ده بالورق الفويل وهدخله على درجة حرارة عالية يعني حوالي 200 220 الفرن. وهسيبه لمدة ربع ساعة وبعد كده هرفعه في الرف الأوسط. لازم الأول يدخل في البداية على أول رف في درجة حرارة عالية، وبعد كده هدي النار وارفعه في الرف الأوسط عشان يستوي بالراحة معايا. دلوقتي بقى الكبدة بتاعتي كانت هديت، وخرجتها من المية اللي انا سبتها تغلي فيها شوية علشان الزفارة بتاعتها تروح خالص. هنا معايا 7 بهارات، معايا فلفل اسود، معايا ربع معلقة قرفة، معايا ملح، ومعايا نص معلقة كمون. ومعايا هنا بصل شرايح وطماطمية واحدة وفلفل حار. ومعايا 5 فصوص ثوم مفرومين. هنا بقى معايا ده ورق فويل. دي اول واحدة ودي التانية عشان تتحمل طبعا الكبدة وما تتفتحش. يبقى انا هنا ضفت 2 ورقتين عكس بعض. وتالت حاجة ورق الزبدة، ضروري نستخدم ورق الزبدة، ما ننزلش باللحمة او الكبدة او ايا كان الشيء اللي هنسويه في الفرن.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى دلوقتي أنا ضفت 2 ورق فويل وبعد كده ورق الزبدة. هانزل بقى دلوقتي، لأ الأول هاجيب الكبدة بتاعتي وهاضيف لها بقى لإن هي ما اتبلتش، هاضيف لها 5 فصوص التوم المفرومين دول. الطريقة دي والله جيدة جدًا، بتشيل أي زفارة، مع العلم إن أنا ما كنتش باحبها لوحدها خالص، لكن الطريقة دي بصراحة طريقة حلوة أوي. هنا هانزل بقى بالتوابل بتاعتي، 7 بهارات والفلفل والقرفة، قرفة بودرة طبعًا والملح والكمون. هابتدي بقى كده أدوب الحاجات دي مع بعض عشان كل جزء يشرب من التتبيلة دي، الليمون والتوابل بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البصل الشرايح، البصل زي ما تحبي، عايزة تضيفي كتير يعني نص كيلو الكبد والقوانص ممكن بصلتين 2 أكتر من كده، يعني زي ما تحبي، دي حاجة ترجعلك. أول حاجة البصل، ودي معلقة هريسة شطة. اللي مش بيحب الشطة أو مش عايز الكبدة حارة يستغنى طبعا عن الخطوة دي. واللي مش بيحب الفريك ممكن يعمل رز أبيض، مكرونة، كل حاجة بتليق معاها، بطاطس محمرة، أي حاجة انتي بتحبيها اعمليها أو وفقي على حسب ذوقك، يعني اللي انتي بتحبيه في الأكل اعمليه. هي أفكار بس مش أكتر، لأن ورقة الكبدة دي بيليق معاها والله حاجات كتير. الفريك كان حلو قوي قوي معاها، ودول حوالي معلقتين 2 زبدة، لأن برضو هي خرجت كل الدهون اللي فيها أثناء المية المغلية اللي نزلتها فيها، يعني لو فيها أي نسبة دهون خرجت خلاص. فأنا دلوقتي كده ضفت لها معلقتين 2 بس زبدة. الزبدة دي هتديها برضو طعم حلو قوي. ودي طماطمية واحدة هحطها كده في الأول بس، مش أكتر من كده. التتبيلة دي تتبيلة بسيطة وحقيقي حقيقي كانت حلوة قوي، لو جربتوها يعني مش هتندموا من الآخر. هقفل كده عليها، وكل ما قفلتي عليها كويس استوت أحسن واحتفظت بالبخار بتاعها اللي هيسويها كويس قوي. وده يعني تغيير عن إننا نعمل لها صدمة بزبدة على النار أو أي مادة دهنية ونضيف لها بهارات وتوابل وخلاص على كده. لا، الطريقة دي حلوة، ينفع حتى لو عندك حد تعمليها بالطريقة دي، حقيقي هتبقى حلوة قوي وهتبسط الناس اللي هياكلوها. هنا بقى أنا هعكس مش نفس الاتجاه علشان مفيش بخار يخرج منها خالص وتستوي كويس قوي. ضروري قوي قوي تقفلي عليها كويس. احنا كنا دايما متعودين نعمل الورقة دي في اللحمة، انا عملتها في الكبدة البلدي الكندوز، وعملتها دلوقتي اهو في الكبد الفراخ والقوانص. حقيقي الوصفة حلوة وبإذن الله هتعجبكم. دلوقتي انا هدخلها الفرن، بس هدخلها في الرف الأوسط على درجة حرارة 200. مش هيبقى في الرف الأول خالص، لازم تبقى في الأوسط عشان تستوي على مهلها، وكمان ما تتحرقش يعني مننا. هنا كانت طلعت وكانت ريحتها تحفة جدا، والفريك طبعا كان استوى. يا رب الوصفة